السلام عليكم. الاشتراك في القناة مهم بالنسبة لنا، وتفعيل الجرس أهم. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين في كل مكان، مرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية لأول مرة عن الكرة المصرية والعالمية. مرحبا بكم. ولكن قبل ما نبدأ في أخبارنا الرياضية، ياريت رجاء من السادة المشاهدين في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وإضغاط لايك للفيديو. تعالوا نبدأ بأول أخبارنا الرياضية النهاردة، وهي عن حقيقة مفاوضات الأهلي في ضم تريزيجيه. تقارير صحفية تركية بتأكد أن النادي الأهلي بيفاوض محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة من أجل الاشتراك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. ولكن في تقارير صحفية بتقول أن طرابزون سبورت غير موافق على أي عروض لرحيل تريزيجيه، خصوصا بعد ضمه في بداية الموسم الجاري من أستون فيلا الإنجليزي، وهو يعتبر من أبرز لاعبي الفريق التركي خلال الفترة الماضية. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بيعلن عن قائمة الفريق اللي هتشارك في مباراة المصري البورسعيدي غدا الخميس على ملعب برج العرب في جولة 13 من منافسات بطولة الدوري العام. القائمة شهدت تواجد ثلاثي الفريق الجديد خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضوي كريستوينا. خرج من القائمة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأحمر، وذلك رغم انتهاء الإيقاف. يغيب أيضا كل من ميرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم لعدم الجاهزية الفنية، إلى جانب الثلاثي المصاب أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير. بينما تم استبعاد حمزة علاء ورأفت خليل وكريم الدبيسي ومحمد أشرف لأسباب فنية. النادي الأهلي والنادي المصري تقابلوا 124 مباراة. قابل الأهلي والمصري في 123 مباراة. حقق الأهلي الفوز 69 مباراة، وفاز المصري في 20 مباراة، وتعادل الفريقين في 34 مباراة. سجل لاعبي النادي الأهلي 176 هدف، وسجل لاعبي المصري 90 هدف في شباك الأهلي. أكبر نتيجة بين الفريقين 4-0، وحدثت هذه النتيجة مرتين في سنة 78 79. وسجل أهداف الأهلي في هذه المباراة فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم. المواجهة الثانية حدثت في موسم 98 99، وسجل أهداف الأهلي في هذه المباراة كل من علاء إبراهيم هدفين وحسام حسن هدفين. الأهلي بيعقد مؤتمر صحفي الجمعة المقبل للكشف عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب في مقر النادي بالجزيرة في الواحدة ظهر بحضور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والسفير الهولندي في القاهرة للإعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها، حيث يجري توقيع عقود المشروع بين النادي وشركة أمستردام كلينيك الهولندية التي تتولى الإشراف على المشروع. ويخضع المتقدمون الاختبارات لتقييم مستمر لمدة 6 أشهر، فيما سيتم تنظيم فترات معايشة في هولندا للمشاركين في المشروع من جانب النادي الأهلي، مع توجيه العناصر المميزة للحاق بأكاديميات اللعبات المختلفة بالنادي، مما يوفر فرصة للكشف عن المواهب المتميزة تكون نواة لفريق النادي المستقبل. ويهدف المشروع بشكل عام إلى تقديم مواهب حقيقية لفرق النادي والمنتخبات الوطنية، ويضمن تجهيزها بشكل مناسب وفقا لأفضل المدارس الرياضية في العالم، مما يسهم في توفير عناصر مميزة من اللاعبين، إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وخلق أجيال وأن تؤمن بقيم الرياضة بشكل عام. الخبر اللي معانا بعد كده مروان عطية. اللاعب للأهلي شرف كبير وطموحاته بلا حدود. مروان عطية المنضم حديثا للنادي الأهلي بيقول إنه حقق حلم حياته بالانتقال إلى صفوف الأهلي، ويتطلع إلى تحقيق مسيرة كبيرة مع الفريق للتتويج بكل البطولات في الفترة المقبلة. وفي خلال حديثه وجه مروان عطية الشكر لإدارة الاتحاد السكندري فريقه السابق التي لم تقف في طريقه ومساعدته على الانتقال إلى الأهلي. بيقول تلقيت العديد من العروض من أندية محلية وخارجية، ولكن كان قراره الأول هو اللعب للأهلي الذي يعشقه منذ الصغر. النادي الأهلي بيدرس عدم إذاعة لقاء المصري بسبب المستحقات المتأخرة للبث. الأهلي بيفوز بره ومستحقاته متأخرة، ولذلك بيفكر إنه يمنع إذاعة مبارياته لحين الحصول على مستحقات متأخرة. نروح لأخبار الدوري المصري. حسام حسن أفضل لاعب في لقاء سموحة وطلائع الجيش. رابطة الأندية المحترفة اختار حسام حسن مهاجم فريق سموحة كأفضل لاعب في مباراة سموحة وطلائع الجيش، ونجح حسام حسن في تسجيل هدفين لفريقه في مرمى طلائع
طلائع الجيش مقابل هدف واحد. الخبر اللي بعد كده مباراة بيراميدز وفيوتشر بتنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1. انتهت أحداث مباراة بيراميدز وفيوتشر بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الأهلي والسلام. سجل لفيوتشر محمد رضا بوبو الهدف الأول لفريق فيوتشر في الدقيقة 21 من عمر المباراة بركلة جزاء، وتعادل إبراهيم عادل لفريق بيراميدز في الدقيقة 81 من عمر المباراة بعد تسديدة بوجه القدم على يمين محمود جنش حارس فيوتشر. بالنتيجة دي بيحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة. الزمالك بيتعثر للمرة الثالثة على التوالي ويتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري بالدوري. انتهت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعت بينهم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتوقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة 26 في المركز الثالث، ليتسع الفرق بين الأهلي والزمالك إلى 4 نقط، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 19 نقطة. خلصت أخبارنا الرياضية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاءات أخرى وأخبار جديدة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.